السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتي وصفات نورية. اليوم حضرت لكم كيك بالكاممبير. هو كيك خفيف بزاف وبنين، إن شاء الله يعجبكم. لهذا الكيك لازم لنا جوستومون الجبنة تاع الكاممبير. عندنا هذه البواطة اللي هي فيها 250 غرام. هذا الكاممبير نقطعوه مكعبات صغيرة ونحط مغرفة كبيرة تاع العشاء. نعدل 200 غرام، وعندنا 4 حبات بيض، باكي خمارة، عندنا فرماج غريير أو جبن مبشور، عندنا الفارينة هذاك ان بول 230 غرام، وعندنا فلفل وملح. نبداو التحضير. نكسرو البيض. الكيفية فيها 4 حبات بيض، أنا عندي البيض هنا صغير درت 5 حبات بيض، إلا كان البيض كبير يعني نكتفو ب4 فقط. خلطي مليح بالفوي. هذه الكيفية ما يلزملهاش الباتور، جوست الفوي تكفي. ديتو كاس كريم فريش أو كريمة طازجة. يعادل 200 مليلتر كريمة طازجة سائلة. خلطوها مليح مليح بالفوي مع حبات بيض. زيدو شوية ملح، شوية فلفل. نزيدو الفارينة، لازم تغطليها باش يجي الكيك خفيف. نديرو الفارينة بشوي بشوي، وما رانا نخلطو حتى نكمل الكمية. نزيدو الباكي تاع الخمارة كيميائية. نزيدو الجبن المبشور أو الفرماج غريير، نخلو منو شوية للتزيين. فوالا الكمية. نزيدو الفرماج أو الجبن الكاممبير. أنا عندي جاني هذيك البواطة يجي فوندون، مي قطعتو قطع بصح قعد لاصق. تقدري تستعملي كان كاممبير كون ناشف مدخن، يعني نفس الشيء، أي نوع كاممبير تقدري تستعمليه. أنا نجيب من فورشيت ونخلطو مليح باش يدخل كامل مع بعضو بعض باش يجينا خليط متجانس. لازم بلاخشات.
نخلط مليح مليح باش ينحل ميبقاش هكاك يعني في جهة وحدة بهذه الطريقة. فوالا أنا نجيب مولا كيك. أنا كنت دهنته مليح مليح بالزبدة، ومن بعد نديرلو فارينة من الفوق باش ميلصقش. لازم تدهنيه بالزبدة مليح مليح باش ميلصقلكش. ونفرغو الميلونج تاعنا في المول كامل الكمية. أنا نجيبو الجبن المبشور اللي خديناه باقي نزينو به من الفوق. حنا كنا سخنا الفور تاعنا، والفرن مدول مدة 10 دقايق على الأقل. ديريه في الفرن 200 درجة مدة 40 دقيقة، كل وحدة على حسب الفرن تاعها. هاوليك من بعد ما طاب نخلوه يريح شوية حتى يبرد. الآن نحيناه من النول. هذه الكيفية هايلة وبنينة وخفيفة، ان شاء الله نتمنى يكون عجبتكم. ممكن قطعناه يعني جاو لي موصل تاع لي كوموندار باينين، جا فارغ من الداخل يعني هايل تكوني لذيذ. نتمنى ان شاء الله تكون هذه الكيفية عجبتكم. جربوها انتم ثاني ورجعوا لي ان شاء الله اخبر لي سوسيو اللي تعجبكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، وسلام.